القوات العراقية تحقق مكاسب ميدانية جديدة وتضيق الخناق على داعش فيما تبقى من مواقع له في الساحل الأيمن للموصل. الجزء الشمالي لحي 17 من تموز أحد أكبر أحياء المدينة بات تحت سيطرة القوات المهاجمة. وحدات أخرى تشتبك مع داعش في حي الزنجيلي فضلا عن منطقة الموصل القديمة. مساحة نفوذ التنظيم تتقلص تدريجيا، وداعش على ما يبدو يتلقى الضربات جوا وبرا ليخسر مزيدا من المساحات. مساحة قليلة جدا، أحياء قديمة جدا، السقف الزمني يحدده أرواح المدنيين. نحن يهمنا الشيء الأهم من ذلك هو أرواح المدنيين، ولم يبقى إلا القليل القليل، ووقت قصير ويعلن إن شاء الله تحرير الموصل وتعلن البشرى. محور قوات الحشد الشعبي يشهد بدء المرحلة الثانية لتحرير القيروان مع مواصلة القوات عملياتها العسكرية لاستعادة الناحية. وبعد أيام على انطلاق المعركة أسفرت المواجهات عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم وتدمير عدد من آلياته الملغمة، فضلا عن السيطرة على المطار العسكري لسنجار وتحرير عدد من القرى جنوب وشمال القيروان وسط إسناد طيران الجيش العراقي. ضربات جوية مكثفة استهدفت تحصينات داعش في البعاج ومناطق أخرى، والمعلومات تؤكد أن داعش يتكبد خسائر جسيمة في العدد والعدة. طيران الجيش يستهدف في ضرباته العجلات المفخخة، أكداس العتاد، مراكز القيادة والسيطرة، كونه يمتلك مرونة عالية، دقة في الإصابة، وكذلك سلاحه أيضا هو سلاح مميز، خصوصا ونحن نمتلك طائرات متطورة جدا مثل طائرات المي 17 وطائرات ال 35 وال 28. ومع تواصل الحرب على داعش على محاور مختلفة تستمر عمليات النزوح بأعداد متعاظمة، وفي ظل انكسارات داعش على أكثر من جبهة يبدو أن التنظيم قد فقد قدرته تماما على المناورة في الميدان. أشرف محمد العزاوي، آرتي.